بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل هذا الوقت في كتاب الذي شرعنا من قبل، وهو المنح العلية لبيان السنن اليومية لشيخ الدكتور عبد الله بن محمود الشريف. فوصلنا إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من ما يسن للمأموم، ثم قال سنن في الصلاة. قال للصلاة عدة سنن يحسن بالمصلي أن يحرص عليها، فمن ازداد عملا ازداد أجرا وفضلا وقربا. وبجد هذه السنن تكون المفارقة بين الشخصين يدخلان الصلاة في وقت واحد ويخرجان في وقت واحد، لكن ما بينهما بالأجر والثواب فرق شاسع، لأن أحدهما يأتي بالسنن مع الأركان والواجبات، والآخر اكتفى بالأركان والواجبات. نعم، لا رب شخصين صليان في كان واحد وهما مجتمعان، ذاك نال ثوابا عظيما وذلك لم ينال ثوابا، ذاك نال ثوابا عظيما لأنه أتى بالواجبات والأركان وكذلك السنن وخشع في صلاته. وذلك الرجل لربما أنه فقط نال أنه أدى الواجب الذي عليه ولم ينل أجر الصلاة، إنما أسقط الواجب عنه. فينبغي علينا جميعا أن نحرص على تحسين صلاتنا لكي ما مضى معنا تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر للذين أقاموا الصلاة كما أمر الله عز وجل وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وللصلاة سنن عديدة نذكر منها ما يلي. قال السترة، والصحيح والراجح أن السترة واجبة. إذا صلى أحدكم فليصلي إلى السترة وليلزم منها. هذا هو الصواب، أن السترة واجبة على المصلي إماما أو منفردا. أما المأموم فسترته سترة الإمام، سترة المأموم هي سترة الإمام. قال ويسن فيها ما يلي: يسن اتخاذ السترة، والسترة سنة للإمام والمنفرد. وأما المأموم فسترة الإمام سترة له، هذا معناه أنه واجب. الصحيح أن السترة واجبة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث، منها إذا صلى أحدكم بمعنى أنه يصلي إلى سترة وليدنو منها، يصلي إلى سترة وليدنو منها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك السترة في السفر ولا في الحضر. قال وأما المأموم فسترة الإمام سترة له. نعم، ويدل قال على سنية اتخاذ السترة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه معروف: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه. لكن جاء حديث آخر فيه الأمر فيه الأمر
في اتخاذ السترة. قال والأحاديث في سنة السترة كثيرة، فقد استتر النبي صلى الله عليه وسلم بالسرير والجدار والجذع والخشبة والحربة. السرير والجدار أو السرير والجذع يجد الشجرة، والخشبة المعروفة، والحربة هي يعني التي يعني رمز بالحرب، هذه الحربة والعنزة والراحلة وغير ذلك. استدل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء التي ذكرها المؤلف وبغيرها وبغير ذلك مما لم يذكره حفظه الله تعالى. قال والسلطة مشروعة في العنوان والفضاء في الحذر في الحضر والسفر، في العنوان في البيت وكذلك في الفضاء، تصلي في مكان ليس يعني في البيت، قد تصلي في أرض خالية ليس في بناء، كذلك جيد. وكذلك الحضر في السفر. قال سواء خشي مرضا أو لم يخشى، لأن الأحاديث لا تفرق بين العنوان والفضاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستتر في حضره وسفره كما في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه. هذا يدل على وجوب اتخاذ السترة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها لا في سفر ولا في حضر ولا في عنوان ولا في فضاء. الصحيح أن السترة واجبة، الصحيح أن السترة واجبة. وإذا مما يدل على وجوبها ما سيذكره المؤلف، وهو أيضا واجب وليس من السنة، يعني رد الماء بين يدي المصلي، وجوب رد الماء بين يدي المصلي، فهذا مما يدل على وجوب اتخاذ السترة. والسترة كما تقدم واجبة على الإمام والمنفرد، على الإمام والمنفرد في كل مكان، حتى في الحرم، حتى في الحرم. إلى أن بعض العلماء رحمهم الله يقولون إذا كان يعني في الحرم فلسبب الزحام يسقط وجوب السترة، ولكن العبد يأخذ بالأحوط وهو وجوب السترة. فلذلك إذا صلى العبد في الحرم فإنه يجب عليه أن يتخذ سترة ويبتعد من الناس، يبتعد من الناس لكي لا يمر أمامه، لا يصلي في مكان يمر فيه الناس، وإنما يذهب إلى مكان يعني يستطيع أن يدفع من يمر بين يديه، ويستطيع أن يجتنب مرور الناس، قال ويسن الذنوب من السترة. نعم، هذا مسنون. قال وإذا كان من السترة بين السترة أن يكون بين موضع سجوده وبين السترة قدر ممر الشاة، لحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الرجال ممر الشاة، والمقصود بالمصلى هو موضع سجوده صلى الله عليه وسلم. وجاء عند أحمد وأبي داود أن بينه وبين السترة 3 أذرع، وهذا باعتبار إذا وقف يكون بينهما ذلك، باعتبار وقوفه بين أرجله وبين السترة 3 أذرع. وأما حديث سهل بن سعد الساعدي فإنه بين موضع سجوده وبين السترة ممر شاة، قيل يعني من ذلك شبر أو شبرين. قال ويسن رد الماء بين يدي المصلي، بل يجب أن يدفع، لحديث ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع بنحره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو
تتابعه. إذا مر لم تنتبه لن تنتبه عليه، تنظر بين يديه فإن الصلاة ينقص أجرها، ينقص أجرها. لكن هذه ثلاثة إذا مر بين يديه وأنت لم تنتبه فالصلاة باطلة، تعيد الصلاة، يقطع الصلاة لأجله إذا مر بين يديه ثلاث أشياء: هذه المرأة والكلب الأسود والحمار، الكلب الأسود والحمار. قال فإنه يجب ذكره على الصحيح أن تقطع الصلاة بحديث أبي ذر رضي الله عنه عن مسلم بخلاف الذي فإنها لا يقطع الصلاة، وإن الغير ينقص من أجل الصلاة ويكون ذلك. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: ويحتمل أن يقال الفرق بين الماء الذي يقطع الصلاة مرورا والماء الذي لا يقطع الصلاة لا يبطل الصلاة مرورا، فالذي يقطع الصلاة يجب رده، والذي لا يقطع الصلاة مرورا لا يجب رده، لأن الآية لا يحصل منه أن تنقص الصلاة، ولكن الصحيح أنه يجب رده للأحاديث التي فيها الأمر برد المال بين يدي المصلي. قال لذلك الذي يقطع الصلاة مرورا فإنه سوف يبطل الصلاة ويفسدها عليه. قال وليس لفرق المرأة أي جمع المرأة، أي جمع المرأة مع الكلب الأسود والحمار علة جامعة بينهم على الصحيح، سواء سبب أن الحمار فيه كذا والكلب فيه نفس الحمار والمرأة فيها نفس هذه يعني الحيوانات، لا ليس لعلة جامعة بينهما، ليس العلة جامعة بينهم. قال وإنما لكل واحد علة، لكل واحد من هذه الأصناف علة، كل واحد من هذه الأصناف علة. قال في المرأة فتنة وانشقاق لقلب المصلي ولغيرها النجاسة وكونه شيطانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان، وقيل غير ذلك والله أعلم. والأصل أن المسلم متعبد بما أمر به ولا يبحث عن العلة، ظهرت له العلة ولم تظهر، هو متعبد بفعل الأوامر وبترك النواهي، سواء علم السبب أو لم يعلم. لماذا نهى الله عن هذا؟ لماذا المرأة تقطع الصلاة؟ لماذا الكلب الأسود يقطع الصلاة؟ علم العلة أو لم تعلم؟ اختلف العلماء في العلة. إذا فنحن متعبدون بهذا الأمر، أن الصلاة تقطع إلى مرة المرأة. أما إذا كانت المرأة يعني في الأمام وأن تصلي وهي كالسترة، هي كالسترة، فهي لا تمر بين يديه. استدل بعض العلماء بفعل عائشة أنها قالت